اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم حبيباتي. اليوم جبت لكم مقبلة بزاف بنينة وسهلة بزاف وما تكلفش بزاف، وسهلة سهلة قد ما نقدر نقول لكم قليل. نمر مباشرة للكيفية والمقادير. عندي لحم مفروم، لحم مطحون، طيبته بالبصل وفلفل الكحل والملح والزيت حتى شرب ماء. عندي بواقي الدجاج تاع ليلة اللي من قبل، فتته وزدته في هذاك الخليط، يعني تقدري ديري هذه الكيفية حتى بالبواقي تاع اللحم. عندي كمية تاع المعدنوس قطعتها رقيقة، 4 ولا 5 حبات بيض، درت لهم فلفل الكحل والملح وشوية فرماج وخلطهم مع بعض بهذه الطريقة. كما قلت لكم هذه الكيفيه ما تكلفش، لخاطر تقدري ديريها بالبواقي تاع اللحم اللي عندك، تقطعيهم رقاق وديري هذه الكيفيه، تجي بزاف بنينه وسهله بالبزاف. عندي لاباتا فيلو. هذه الكيفيه تجيب لاباتا فيلو، تجيب مرقه وبنينه وتبقى مقرمشه. درتها عند الفطور وبقات لي العشاء بقات مقرمشه بنفس دهنت السنيوه تاعي بالمارغرين ذايبه والزيت، واللي تدهن بين كل زوج طبقات تاع لاباتا فيلو، يعني ندير زوج طبقات باش ندهن حتى كملت 8 طبقات. جبت هذاك الخليط الاول اللي كنت خدمته قدامكم وفرغته فوق لاباتا فيلو، فوق هذيك لابات اللي وجدتها طبقات. بسطت كل الخليط فوق لابات تاعنا بهذه الطريقه. هنا نقدروا نزيدوا جبن مبشور. تبقى هذه الحشوات وهذه الاضافات مساله ذوق، وكل واحد يدير واش يحب. كي سقمت الحشوه فوق لاباتا فيلو، زدت كملت بنفس الطريقه الطبقات الفوقانيين، ندهن بين كل زوج طبقات بالزبده والزيت. البواقي اللي يشيطوا تاع اللي يبقاو تاع العجينه اللي تفيض ما نرميهاش، نقطعها ونديرها بين الطبقات عادي وندهن. قطعت المقبله تاعي بهذه الطريقه، سعفتها غير بشويه لخاطر كي طيب شويه نزيدو نقطعوها. دخلتها طيب في الفرن ساخن مده 3 دقائق وعاود خرجتها قريب فاتتني. هنايا عندي حبه بيض مع كاس حليب ومغرفه لا ليفور، وخلطتهم مليح وفرغتهم وعاود رديتها طيب، وكانت النتيجه مذهله بزاف بنينه. هنا في الحليب تقدري تزيدي مغرفه ولا زوج تاع الزبده، بصح تجيك ثقيله، من الاحسن ما ديريش هذا الاضافه. جات مرقه وبزاف بنينه مع هذيك المغرفه تاع لا ليفور، دارت فرق كبير. كما قلت لكم هذه الكيفيه درتها عند الفطور وبقات لي للعشاء مقرمشه بنفس القرمشه ونفس البنه، بزاف بنينه. نتمنى كل الاخوات يجربوها. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. شهيتكم في الجنة أخواتي. نتمنى تطلعوا لي الفيديو بالجام باش يوصل الأكبر عدد من المشاهدة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.